لسه بليالي فبراير مع شركة روتانا. بتحرص دائما روتانا انه تكون اليسا من اوائل الفنانات بتكون على الجدول اللي بتكون بحفلاتها من بعد ليالي فبراير. شو في عندك اطلالات جماهيرية؟ عرفتي اشياء جديدة؟ عندك حفلات شغلة؟ طبعا عندي حفلات. اول شيء انا يعني بما انه بنتسب لروتانا يعني اكيد انا بحس حالي يعني منهم كعائله يعني، فاكيد بشرفني انه اكون على اولوياتهم ويعني وشارك بمهرجانات اللي هن بيكونوا قيمين عليها. يعني طبعا عندي كذا مهرجان عام، عندي بالمغرب وعندي بمسقط، بالاضافه للكوربوريت اللي بعملهم، بسافر بمصر او بكذا محل، في كثير اكيد. طب اشتقنا نشوفك هلا باعلانات جديده وتعزمينا على مؤتمر صحفي قريبا، ما رح اقول لك لوين، بس قريبا بيوصل لك دعوه بدبي، رح تكون الله راد. انا هلا كثير محظوظه بدبي ان شاء الله ان شاء الله. بدي اتمنى لك حفله كثير حلوه وموفقه يا رب، واكيد كل الفانز بالكويت على راسهم جنان بانتظارك اكيد بليالي فبراير. طبعا انا بقول يعني اول شيء ميرسي لدعوه المهرجان ولشركه روتانا، وان شاء الله نكون قد المسؤوليه وتكون حفله ناجحه ويطلع الكل مبسوط ومثل ما بيقولوا مبيضين وجهنا يعني قدامهم، فان شاء الله خير. وسط الشوارع ناس كتيره مروحين، والناس يا قلبي هم وهو فين. شكرا ديما. استقبلنا اليسا على المطار. لاحقا بالاخبار بتابعوا وصول